تعرفي، أوقات صغيرة بنبقى محتاجين نسمع جملة واحدة بس، كلمة كأنها حضن، كلمة تقول لنا إننا لسه بخير، وإن مهما كانت الدنيا تقيلة لسه في أمل نبدأ من جديد. النهاردة عايز أشاركك 3 جمل بسيطة جدا، لكن صدقيني لو خدتي بالك منهم ممكن يغيروا طريقة تفكيرك، بل يمكن يغيروا نظرتك لنفسك كلها. الجملة الأولى: مش لازم أكون جاهزة عشان أبدأ. أوقات كتير بنستنى اللحظة المثالية، الظروف تكون مناسبة، الحالة النفسية تتحسن، الناس تشجعنا، لكن اللحظة دي مش بتيجي. الحياة عمرها ما كانت مثالية. اللي بينجح مش اللي استنى الظروف، اللي بينجح هو اللي بدأ وهو خايف، بدأ وهو لسه مش متأكد، بس اتحرك. ابدأي بخطوة بسيطة جدا حتى لو صغيرة. اعملي حاجة لنفسك النهاردة، خطوة هادية كده، بس خطوة حقيقية، لأن البداية الصغيرة دي هي اللي بتكسر الجمود اللي جواكي. الجملة التانية: أنا مش ضعيفة، أنا بس تعبت. الجملة دي مهمة جدا، لأن أغلبنا لما بيتعب بيبدأ يجلد نفسه ويقول أنا فاشلة، أنا ضعيفة، أنا مش قدها. بس الحقيقة إنك مش ضعيفة، أنت بس محتاجة راحة. التعب مش علامة ضعف، التعب علامة إنك بتحاولي بزيادة. خدي بالك من نفسك، مش عيب ترتاحي، مش لازم تثبتي قوتك كل يوم. في أيام الراحة هي القوة الحقيقية، لأنك بتختاري تحبي نفسك بدل ما تدمريها باللوم. أما الجملة الثالثة وهي الأهم: أنا أستحق السلام حتى لو لسه ما وصلتوش. الجملة دي عميقة جدا، كأنك بتقولي لنفسك حتى وأنا لسه بتعلم ولسه بتعالج ولسه بلخبط، أنا لسه أستحق أكون بخير. مش لازم تكوني تمام عشان ترتاحي. الراحة مش جاية من بره، الراحة جاية لما توقفي حربك مع نفسك. خدي نفس عميق دلوقتي وكرري معايا ال3 جمل دي بهدوء. مش لازم أكون جاهزة عشان أبدأ. أنا مش ضعيفة، أنا بس تعبت. أنا أستحق السلام حتى لو لسه ما وصلتوش. حسي بالكلمات، خديها كأنها طبطبة. افتكري دايما إن التغيير مش لحظة، التغيير رحلة، وكل خطوة فيها مهما كانت صغيرة هي دليل إنك بتتحركي في الاتجاه الصح. اعملي معروف لنفسك وارجعي اسمعي البودكاست ده كل ما تحسي إنك ناسية قيمتك، لأنك تستحقي تسمعي كلام حلو، وتستحقي تحسي بالأمان، وتستحقي سلامك الداخلي. لو الحلقة دي لمستك ولو بكلمة، اشتركي في القناة وخليها تكون ملجأك لما قلبك يتعب. كل حلقة هنا معمولة عشان تفتكري إنك مش لوحدك، وإن الشفاء دايماً بيبدأ من جوه النفس.